بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دين، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي المسجد النبوي، سواء قضيت هذه الحاجة أم لم تقضى. المهم أنك بذلت جهدا وراء ذلك. لدينا حالة إنسانية، أم ناصر الوسيدي من حفر الباطن، تشكو من فشل كلوي، وقر عليها الأطباء أن تقوم بغسيل كلوي 3 مرات في الأسبوع. هذا التقرير يبين لنا حالة أم ناصر من حفر الباطن. هذه الحالة ارتفاع في ضغط الدم وفشل كلوي. هذه المريضة تطلب منا المساعدة، وتطلب من أهل الخير المساعدة لعمل زراعة كلية في مستشفى جمال بجمهورية مصر العربية. تكلفة هذه العملية 250,000 ريال سعودي. أم ناصر لا تملك هذا المبلغ ولو جزءا بسيطا منه، لكن تناشد أهل الخير وتناشد خادم الحرمين الشريفين ورجال الأعمال والتجار ومن أبناء قبيلتها، قبيلة حرب، تناشدهم الوقوف معها لفك كربتها. نتمنى من الله العلي القدير ومن أهل الخير مساعدتها ونشر هذا المقطع. فكما لا ننسى أعزائي المشاهدين أن تتواصلوا معنا على صحيفة أضواء الوطن، وأخوكم عبد الهادي الرويثي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.